اهلا بيكم متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بتريكات كده سهلة وبسيطة. هتعمليها في البيت، كل اللي هيدوقها وهياكلها هيقول يعني اكنك شاريها بره من عند الحاتي. تعالوا يلا بقى نبدأ ونشوف الجمال ده عملناه ازاي، بتريكات بسيطة وخطوات بسيطة خالص في البيت. يلا تعالوا نبدأ مع بعض. انا معايا نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين، بس اهم حاجة يكون عليها نسبة من الدهن برضو. انا الجزار خليته يفرمها لي وشين عشان تبقى ناعمه معايا. وهنا بصله مبشوره صفيتها من الميه، ودي الميه بتاعتها، مش برميها بعوزها وهتشوفوها دلوقتي. وابدا بقى احط التوابل بتاعتي. احط معايا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر. بعد كده هحط معايا حوالي معلقه من البابريكا، ومعايا نص معلقه من الكزبره الناعمه، المقدار اللي معايا معلقة صغيرة، ومعايا نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعايا نص معلقة من بهارات اللحمة، ورشة بسيطة من من الجنزبيل، وهنا رشة بسيطة خالص من الحبهان المطحون. النص كيلو هحط عليه معلقة من الدقيق زي ما انتوا شايفين، بس هي دي التوابل بتاعتي. وهنا معلقة صغيرة من البودر عشان تنفش معايا وما تكشش. هنزل بقى بالبصلة المبشورة اللي انا مصفياها من المية، واقلب ده كله. طبعا زي ما قلت لكم انا مخليه الجزار فرمها لي وشين، فمش هتاخد معايا وقت طويل في العجن. انا عايزاها كده لما تعجنيها كده وتخلطي التوابل معاها تبقى زي النسيج كده في ايديكي، تبقى ناعمه كده. دي بقى سر من اسرار نجاح الكفت. شفتوا بقى؟ انا عايزاها تبقى معايا كده. ممكن تعمليها قبلها بليله وتسيبيها في التلاجة. انا كنت عاملاها في نفس اليوم، سبتها ساعتين كده في التلاجة تتشمع بس. بعد بقى ما خلاص سبتها ساعتين، حضرت معايا صينيه، حطيت الورق الفويل ده بحيث ان انا بس عشان الصينيه ما تتبهدلش معايا. وحطيت كوبايه ميه، وهنا بقى ميه البصل حط حوالي ربع معلقه ملح على فلفل اسود ومعلقه زيت ومعلقه صلصه، واقلب ده كله. وابدا اصبع بقى الكفته معايا بالميه دي، هتوديها في حتة تانية خالص. هنا معايا سيخ، ما عندكيش سيخ ممكن تعملي على اي حاجة قلم، خلة، سيخ الشيش طاووق، اي حاجة براحتك. هبدأ اصبع معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اصبع اعملها يعني عقال كده زي بتاعة الحاتي بالظبط. انا عندي سياخ، انت عندك سيخ واحد او مسن بتاع السكاكين ممكن تعملي عليه. ممكن بعد ما بتصبعي بتشيلي الصباع كفتة وترصيه في الصينية عادي، مفيش أي مشكلة. لكن أنا عندي أسياخ الكفتة متوفرة فبعملها على السياخ زي ما انتوا شايفين. بصبع بالمية ديت. وطبعا قبل ما بستخدم السيخ برضو بمسحه بالمية بتاعة التصبيع دي. شايفين بقى الجمال؟ ابدا بقى اصبع الكفته بتاعتي كلها بنفس الطريقه على السيخ واحطها معايا على الشبكه كده. ما عندكيش الشبكه وما عندكيش السيخ، صباي عادي بنفس الطريقه وحطي في الصينيه، مفيش اي مشكله. السيخ ممكن تعملي عليه صباعين، ممكن تعملي عليه 3 4، برضو حسب الصبع انت عايزاه قد ايه. انا عملت عليه 3 بيبقى كويس قوي. خلاص صبعتها بقى. هنا معايا خضار بقى، يا سلام بقى لما تشوي معاها خضار. معايا فلفل رومي، معايا طماطم وبصل كنت مقطعه وحطيته رصيته كده، ومعايا قرنين شطه اخضر كده سبايسي حطيته عشان تاخد الريحه بتاعته تبقى حلوه. بكون طبعا مجهزه الفرن سخن بقى، واقوم جايه داخله بيها في بالفرن. شايفين هي كده بقى في الفرن. طبعا وهي في الفرن اول ما الوش بيحمر بتقلبي السيخ علشان الوش التاني يحمر. هنا بعد ما استوت خلاص حطيت فحم وحطيت عليها زيت بقى، واقوم جايه قافله عليها فرن البوتاجاز شويه عشان تاخد ريحه الفحم، كانك شويها بره بقى وجايباها من عند الحادي. ودي بقى بعد ما طلعت شفتوا الجمال؟ هنا بردت شويه بقى، شوفوا بتطلع بكل سهوله من السيخ. حلوه قوي، وطعمها زي اللي بتجيبيها من عند الحاتي بالظبط. اعمليها بس بالطريقه دي وهتعجبك قوي. هنا رصيتها بقى في الطبق، ايه رايكم؟ شفتوا الجمال؟
كنت عاملة بقى جنبها رز بسمتي وطحينة وسلطة، كانت تحفة بصراحة. والخضار المشوي ده جميل، جربوه كده، حلو قوي. شفتوا بقى من جوه هشة وجميلة ازاي؟ ايه رأيكم؟ جربوها يلا وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب.